يعني انا قلت ابتدي الرحله من اولها وانتم معايا. وانا دلوقتي في المطار، يعني وانت بتتفرج على اول فيديو كده حاول ما تجريش وتخمن يا ترى هقضي رمضان فين. يعني مش عارف صوتي واضح ولا لا، بس اتمنى يكون صوتي واضح يعني. ف يعني خليك معايا كده وحاول تعيش معايا الاجواء وما تجريش الفيديو عشان تعرف انا فين. يعني حاول وانت بتتفرج على الفيديو يعني خمن كده وقول انا رايح فين. وانا تحت واقف زهقت يعني من كتر الوقفه ومن كتر التمشيه، فاللي هو انا يعني عايز اقعد شويه. فرحت مكان كده قعدت فيه. فالمكان ده طلع ان هو مكان بتوع الترانزيت، يعني المفروض الناس اللي هي جايه ترانزيت وهتكمل للواجهه الثانيه او الواجهه النهائيه مثلا تقعد فيه. هو مخصص للناس دي بس. فالامين يعني او الموظف بكل ادب، يا جماعه لو سمحتوا المكان ده للناس اللي هي نازله ترانزيت، فلو سمحتوا الناس اللي هي مش مكانها هنا يعني تمشي عشان تسيب مكان. يعني فعلا كان المكان ابتدى يتزحم. الحاجه اللي عايز اقولها يعني اكتشف، يعني عارف انت روح المغامره، روح الاكتشاف. انت في مكان فانت عايز تكتشف. الاكتشاف بيفتح لك افاق او بيفتح لك مسارات لحاجات انت ممكن ما تكونش عارفها. فانا لقيت نفسي بتمشى كده وقعدت اخش واطلع فوق وانزل تحت لحد ما لقيت نفسي في مكان انا بصراحه مش عارف المكان ده بتاع ايه، انتظار ليا ولا لا، بس هو مكان حلو يعني. فقعدت يعني بص المكان، هوريكم المكان عامل ازاي. ده المكان ماشي. طبعا انت قاعده بص قدامك ايه، قاعد لوحدك مفيش زحمه. بص يعني كل ده فاضي اهو ماشي، مش زحم المكان يعني. طبعا الانعكاس مش مبين، بس مش عارف. بص يعني الطيارة اهي، اكتشف من حولك. خليني انا قاعد كده قدام المنظر الجميل ده في هدوء، وقاعد في المكان ده كله لوحدي. ولما تيجي ميعاد الطيارة قبلها شوية كده ابتدي اتحرك. طبعا احنا في رمضان، الاجواء جميلة والجو هنا يعني الحمد لله كويس. الجو في المطار كويس يعني. ده لو كل ده معرفتش انا فين فانا عذرك، لان انا لسه ما اعطيتكش اي حاجه او اي ايحاء يعرفك انا فين. بس ما تجريش الفيديو برضه، خليك متابع معايا. طب هو يعني مثلا بيشتغل بشكل معين، مثلا محتاج كوين مثلا او شحن، ولا ده لناس معينه؟ اللي يعرف ايه ده يا جماعه يكتب لنا في التعليقات تحت. طبعا لسه في فوق ستاربكس بس مقاطعه. بنك السي اي بي مسيطر هنا. بصوا يا جماعه المكان ده، المكان اللي انا كنت بقول لكم عليه ده الدرجه الاولى ورجال الاعمال. بصراحه ما طلعتش قبل كده في مكان زي ده، ما عادش في الصاله دي قبل كده. دي صاله رجال الاعمال. الحمد لله احنا اتسحرت، دخلت الحمام اتوضيت وصليت. المفروض كده ان انا خلاص ما عادش عندي وقت للطياره، فهروح بقى البوابه بتاعتي، بوابه 3. خليكم معايا خليكم معايا. البوابه 3 اهيت، دي بوابتي لحد ما انا للاسف جاي متاخر، اخر واحد. اخر واحد خلاص. انا هركب الطياره اهوت. مش عارف سامعني ولا لا يعني، بس انا خلاص طالع الطياره دلوقتي. اه
التيار الكويس بيبان في لحظة الإقلاع ولحظة الهبوط، فهيبان ده التيار اللي معانا على الطيارة ده. احنا تقريبا في اخر مرحله من مرحله الاقلاع، خليكوا بقى متابعين معايا، وزي ما قلت لك اوعى تجري الفيديو. الناس متابعة ولا انت في العلم سقط جامعة؟ رسمي بالذمة رقص الجن. بقالنا حوالي ساعة ونص طايرين، لسه اتفضل 3 ساعات. اللهم هون علينا سفرنا هذا. صديقي العزيز، او لسه ما عرفتش انا فين، فيعني اظن يعني باين قوي، يعني باين قوي من الساعه دي والجو ده والعربيات دي، يعني باين يعني اللغه دي. انا دلوقتي اروح اشتري خط، عشان انا التجوال اللي معايا ده مش كافي، مش هيكفيني ان انا اعرف اعمل حاجه، ولا اعرف اتحرك، ولا اعرف اوصل الفندق، ولا اعرف اعمل اي حاجه خالص. اضطر اروح اشتري الاول خط. في حد كده قال لي في خط بيتباع هنا، اخش واسال يعني. اسالوا مين بقى؟ مش عارف تقول ايه الوليه دي؟ بيخش من هنا. ايه يعني هي مش عايز اخش هنا. قالت لي خش من هنا ليه؟ انا مش عايز اخش من هنا. ده قسم الاكل وانا مش عايز اكل، انا عايز خط. انا مش عايز اكل. دخلتني على قالت لي خش من هنا. طب انا عايز خط. انتوا معايا في التوهان ده؟ قالت لي خش من هنا. طب انا مش عايز لقيت واحد ابن حلال هنا، سألته قلت له عايز اشتري خط. قال والله انا مش متأكد، بس هسألك كده هنا، هسألك الكاشير اللي هنا تقريبا قالت لي خش من هنا. اوكي طيب يا جماعة، لقينا الخط. عيني جت والله
على الستاند ده الاول، بس الحاجه اللي جوه دي قالت لي خش، لازم تخش من هنا الاول، لان تقريبا المنطقه اللي كنت داخل فيها دي منطقه خروج، مع ان اللي انا دخلت وخرجت برضه زياده. ما علينا، النظام المتعثر. طيب انا هشتري خط، الخطوط اللي موجوده. المفروض اللي انا يعني كان في خط اسمه بريبيرد، بس اتفاجئت بسعره. يعني اللي كان كاتب على الجروب ان هو عامل 2 يورو او 2 يورو ونص، اتفاجئت ان هو عامل 10 يورو. ده 15 جيجا، وفي اللي هو 30 جيجا ب 15 يورو، وفي اللي هو 60 جيجا ب 20 يورو. مش عارف اجيب عني بصراحه، مش عارف انا اصلا يعني هستهلك اللي هو ال 30 جيجا ده او 60 جيجا ده، يعني هستهلكه ولا هيبقى معايا على الفاضي؟ مش عارف، اختار لسه، شوف كده هجيب ايه الاول. طيب يا جماعه، يعني الحمد لله الامور تمام، في نوع من التيسير الحمد لله. انا بقول يعني انا تقريبا ابتدى لساني اللي هو ايه، يعني كنت واقف مع واحد بيتكلم انجلش، ماشي. انا اشتريت خط، اموري تمام، فانا دلوقتي معايا نت، معايا مكالمات، هقدر اتواصل مع الناس، هقدر ان انا ابحث على اي حاجه، ابحث عن الفندق، حتى اوصل للفندق قبل محطه القطر هنا، عن اي حاجه يعني من غير نت الموضوع صعب جدا، صعب. فالحمد لله يعني. انا كل ده لسه في المطار، هشوف بقى كده يعني انا المفروض ان انا حاجز فندق، هو مش في المدينه اللي انا فيها، انا في مدينه في مدينه تانية. فان شاء الله انا هطلع من هنا، مش عارف انا هركب ايه لسه، فخليكم معايا يعني، خليكم معايا يعني، عيشوا التجربه معايا يعني. بلد جميله، ساعه، جو ساعه قوي يعني. لما اطلع بره المطار جو ساعه في شهر 3، الراجل بيقول لي ده كده الجو ده كده الجو حر، انتوا كده الجو حر. مش عارف انا بصور لكم الحمام ليه يعني، بس اهو يعني قلت اصوره لكم بقى، يعني ايه تبقوا شايفين النظافة. يعني بصراحة حمام نضيف يعني، كويس يعني. حمام المطار برغم ان هو مطار فاكيد في ناس كتير تيجي، بس مع ذلك الحمام متحافظ عليه يعني. بص حمام كويس وريحته كويسة. طبعا في معجنة حصلت دلوقتي، المعجنة دي بقالها تقريبا ما يقرب من 3 ساعات او ساعتين ونص ما اشتغلش. في رسائل جات له، وفي حاجات جات لي رسائل يعني ان هو النت اشتغل. انا مفكر ان هو من الخط، اتاري التجوال، يعني التجوال اللي هي الباقه اللي انا كنت مفعلها، بس الباقه اللي كنت مفعلها كانت حاجه بسيطه يعني، فخلصت بسرعه، فاصبحت بلا نت، بلا اي كونكشن. فقعدت بقى حوالي ساعتين ونص عبال ما شغله، طلع تشغيله حاجه يعني. رجعت تاني للمحل وقلت له الخط مش شغال، ابتدى يشرح لي ويقول لي بيشتغل ازاي، وهو نفسه ما كانش عارف. وبعد كده حولت ما عرفتش، رحت راجع تاني، وقفت عند نقطة معينة، وبعد كده طلب مني بيانات كمية بيانات، اسمي وجواز السفر وصورة ليا وفيديو لجواز السفر وفيديو ليا يعني نظام تحقيق كده يعني، تحقيق شخصي. المهم ان انا في الاخر اكتشفت ان هو كمان ما بيتاكتفش على طول يعني، اللي هو لا بياخد شويه. فعملت كل ده ومستني بقى يتاكتف. بعد كده اكتشفت بقى ان المطار فيه واي فاي، لقطت واي فاي، هستغل بقى الواي فاي اللي معايا ده، وهحاول بقى اشوف حجوزاتي، اركب طيران او اركب باص، واشوف بقى الفندق واروح بقى اريح شويه، عشان انا محتاج اريح، محتاج انام شويه بس. فدي اخر المستجدات يعني، حبيت ان انا اعرفكم ايه اللي بيحصل معايا. مش عارف انتوا شايفين الشنطه اللي على ظهري دي؟ فاكرين الفيلم بتاع محمد هنيدي ده؟ دي انا يا خالتي الكمانجه اللي كانت على ظهري دي عامله زيها كده. الشنطه تقيله والكتافات بتاعتها رفيعه، طلعت فكره فاشله الشنطه دي. بس اعتقد يعني لو الشنطه افضل من كده تبقى احسن. طبعا انا كل ده لسه ما طلعتش من المطار. دلوقتي عايز انزل بقى تحت عشان اروح محطة الباصات عشان اركب.
كده حجزت التذكرة، ماشي، تذكرة الباص. انا كان في قدامي اكتر من وسيلة، بس اخترت ارخص حاجة يعني اللي هي الباص. كان في قدامي القطر، كان في قدامي اكتر من حاجة يعني. فانا حاليا دلوقتي الحمد لله يعني قطعت تذكرة. استخدمت ابلكيشن اسمه فليكس باص. الابلكيشن ده او الموقع ده معروف قوي للناس اللي بتسافر اوروبا يعني. انا طبعا عرفته عن طريق الجروبس والناس اللي هي بتسافر كتير وكده، وشفت كذا حد اتكلم عنه في اكتر من فيديو. فانا يعني ايه حبيت اللي انا يبقى معايا كده ايه زي سبير يعني، حاجه احتياطي يعني. فنزلت كام ابلكيشن وانا ممكن احتاجه هنا، وبالفعل يعني ادينا هو عمال احتاج. في يوتيوبر اسمه لورنس عميان او عميان مش عارف. المهم يعني اليوتيوبر ده مشهور يعني، مشهور ومعروف، وفيديوهاته جميلة جدا. انا عن نفسي بتابعه من سنين يعني. فهو عنده مبدأ كده في موضوع السفر، هو المبدأ ده او وجهة النظر دي عجبتني شوية. فانا طبعا انا ما قدرتش اطبقها كلها بشكل كامل، لان انا مش معتاد السفر يعني. انا مش رحالة يعني، مش راجل رحالة لسه، او اللي انا بقى بروح كل يوم بلد يعني. الراجل ده سافر بلدان كتير. فيعني انا اقتبست جزء كده من وجهة النظر بتاعته دي، ان هي عجبتني يعني، ان هي متشابهة مع شخصيتي، ومع جانب كبير او جزء كبير من شخصيتي يعني. وهو الاكتشاف يعني. هو الراجل ده بيعمل ايه؟ هو بينزل او بيسافر البلد، فبينزل هو حرفيا ما بيبقاش عامل حسابه على اي حاجة، او مش هنقول على اي حاجة 100%، ولكن بشكل كبير ما بيبقاش مرتب حاجات كتير يعني. احيانا فيديوهات بيعملها مبقاش حاجز فندق، ممكن مثلا بلد هو ينزلها مش عارف هيعمل فيها ايه، او ايه اللي فيها، او ايه الابليكيشنز اللي ممكن يستخدمها هناك، فبيعيش التجربه يعني. فيعني انا اقتبست منه الحته دي كده، ما رضيتش ايه اعتمد 100% يعني على اللي انا هنزل هعمل ايه. فانا حبيت اعيش التجربه. هي متعبه ومرهقه بصراحه يعني. مثلا انا بقالي 3 ساعات جوه في المطار، كل ده عشان خاطر افعل الخط. الحمد لله يعني الخط لسه متفعل دلوقتي، فخلاص كده انا معايا خط، فاقدر يعني في اي حته فين بقى. ايوه احنا فين بقى؟ اقول لكم بقى خلاص بقى احنا يعني خلاص بقى. هو الاتوبيس جه كمان اهو. احنا في المانيا يا اخواتي، تحديدا في مدينه كولون. هتحرك من كولون هروح فرانكفورت. الاتوبيس وصل اهو. فيا دوبك بقى اجهز الشنط بتاعتي واحطها. ومسافه من هنا لهناك حوالي ساعتين ونص. وانا بقالي كتير فعلا ما نمتش، محتاج ان انا اريح. المفروض ان انا هروح السكن دلوقتي او هروح الفندق يعني. اروح بقى احط الشنط بتاعتي. وكان نفسي اصور على طول، مش عارف هل هقدر اصور على طول ولا لا. بصراحه انا عايز استغل كل دقيقه هنا يعني. عايز اعمل فيديوهات كتير هنا، عايز انقل لكم التجربه، عايز اروح اماكن كتير، بس مش عارف الوقت هيسعفني ولا لا، بس هحاول يعني. المشكله برضو احنا في صيام يعني. انا الحمد لله صايم. فالشنط اللي معايا، الشنطه اللي ورا دي تقيله قوي، الله المستعان يعني. ان شاء الله هنعمله فيديوهات كويسه يعني. ما اعرفش الفيديو ده هيبقى مدته قد ايه، وما اعرفش انا انزل الفيديو ده على كام جزء، ولكن يعني انا حابب اعيشكم معايا التجربه كامله، او على قد ما اقدر اللي انا عايشه يعني. هيبقى في حاجات طبعا ما عرفتش اصورها، ولكن اللي هقدر اصوره يعني. انا دلوقتي خلاص حطيت الشنط في الباص، واخد بقى الشنطه اللي معايا دي، عشان الشنطه دي مهمه شويه، اخدها معايا فوق. فدي الشنط اهي، وده الاتوبيس فليكس باص. اعتقد من افضل الوسائل هنا في اوروبا بشكل عام يعني. بس اطلع بقى تقريبا خلاص. الاتوبيس فاضل له زي 10 دقايق ويتحرك. واخيرا الحمد لله قدرت اوصل للفندق.
بحلم بالسرير. مشوار طويل ومتعب بصراحة. الساعة دلوقتي 3 وشوية. ده الفندق اهو. نخش بقى ايه، اشوف الحجز بتاعي. طب قولوا لي اعمل ايه يا اخواتي؟ قولوا لي اعمل ايه يا اصحابي؟ قولوا لي يا اصدقائي اعمل ايه؟ بعد ده كله، بعد ما قعدت حوالي تقريبا ساعة الا تلت، كل ده كنت قاعد في الفندق غلط. نفس الاسم، بص نفس الاسم ايه اند او هوستل، بس التاني في الاخر بدل ايه اند او هوستل ايه اند او هوستل هوستل. قال يعني فرقت يعني. طبعا هضطر بقى اروح اركب واروح للفندق اللي انا حاجز فيه. عمال كل ده لسه ما وصلتش الفندق. عمال اركب قطر وانزل من القطر واركب ترام وانزل من الترام. مش عارف بقى انا بركب ايه ولا بروح فين. مش عارف ايه فكرة اللي هم هنا اصلا ما بيتكلموش انجليش كتير يعني. فين وفين لما تقابل واحد بيتكلم انجليزي، الموضوع صعب يعني. هم بصراحة لحد دلوقتي لا يعني، معظم اللي بقابله بيساعدني يعني تروح فين وتركب منين وكده، ولكن انجليش ضعيف. بنتعامل بلغة الإشارة. المفروض إن القطر ده هينزلني بقى المحطة اللي هي فيها الفندق. يا رب يا رب. تعبت بجد، تعبت. لسه واصل اهوت. أنا حاليا في فرانكفورت. لسه نازل من الأتوبيس أهو. تمام. دي الشنط بتاعتي. لسه واصل حالا. المفروض اللي انا كده هسرش بقى، او انا مش مركز اصلا. هفتح الماب بقى واوصل للفندق، وبعدين هنشوف بقى هنعمل ايه، هنصور ايه ولا ايه اللي نقدر نعمله. ما انت مش هتعيش معايا التجربه كلها، وهتيجي على اخر حاجه في الوصول ومش هتعيشها معايا. احنا كده وصلنا الغرفه. اسف انا بقيت بفصل، حتى الكلام مش عارف اجمعه. وصلنا الفندق، فانا رايح الغرفه بتاعتي. المفروض الغرفه بتاعتي 308. لسه فوق تقريبا من 301 ل 323. بقى انا هنا يمين. اوكي ماشي. متاهة يعني. انا بتهيألي لو حبيت انزل مش هعرف. انا تقريبا على التعب اللي انا تعبته ده 308. طلع بقى الكارت، هو الكي اوف روم. بسم الله. هلو. دي الغرفة. I'm sorry, the bed number is 5 or S? الساعة دلوقتي بالظبط 10. دي عندنا في مصر يعني كان اليوم لسه بيبتدي. انا نازل هنا تقريبا يعني حاسس ان انا كده ايه، حاسس ان انا مثلا في مصر الساعة 4 او 5 الفجر. الشوية اللي هم بتوع شقشقة
الفجر دول وزقزقة العصافير، مفيش حد. الشوارع فاضية ازاي؟ ده غير ان الجو، لا الجو ساقع، ساقع يعني. وانا انا نازل عشان خاطر اشم شويه هوا، قاعد فوق زهقت من القعده في الهوستل، ما عرفتش انام كويس بصراحه. قلت يمكن اجي بالليل اعرف انام. قلت انزل بقى اجيب ميه، عشان الميه اللي معايا خلصت يعني، واشم شويه هوا كده. بس بصراحه انا هجيب ميه واطلع على طول، لان الجو ساقع ومفيش حد في الشارع ومفيش ناس ماشيه، المحلات كلها قافله طبعا. والله انا سالت واحد معايا في قال لي ده استثناء يعني، النهارده الموضوع زياده عشان خاطر يوم الاحد، بس النهارده فالحد ده اجازه، فالموضوع مبالغ فيه شويه، انك هتلاقي المحلات كلها قافله والدنيا هاديه خالص يعني. ولكن بشكل عام هم بيقفلوا من بدري يعني، المحلات ما بتكونش مفتوحه او المحلات مش كلها يعني. طيب انا هوريكم حاجه دلوقتي، طبعا يعني ممكن ناس كتير منكم شافوها قبل كده، بس يعني طبعا بالنسبه لي انا اول مره بقى بجربها يعني. فشوف معايا كده ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي عايز اعدي وهوقف العربيات دي كلها عشان اعدي. اللي يعرف المانيا يعرف ان هم ناس ملتزمين بالقانون قوي يعني، قوي زياده عن اللزوم، وبالاخص قانون السواقه يعني، ما بيهزروش فيه. فانت دلوقتي عشان تعدي الشارع ده، بص يعني الشارع اهو، الشارع يعتبر فاضي يعني. انت لو في مصر انت زي ما بيقولوا كده ايه، ممكن تخطف نفسك في ثانيه وتعدي، بس طبعا ده ممنوع. انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يترتب عليه لو حد قفشني، ولكن هو ممنوع. فانت طبعا الاشاره هي حمراء، ماشي، انت المفروض بتعمل ايه؟ بتضغط هنا كده، كده الاشاره هي صفراء، وبعد كده الاشاره حمراء. بص اهي الاشاره خضرت اهي، اخضرت ديت يعني كده ايه يعني، انا هعدي اهوت. كنت عايز اخلي العربيه تيجي عشان اوريكم، بس المفروض ان انا اعدي على طول يعني، انا كنت بطيء. طبعا الدنيا هص. انا بصور طبعا بالتليفون عشان خاطر الكاميرا لسه بصراحه ما طلعتهاش، فان شاء الله بكره يبقى فيه فلوج كويس كده. المترو ده يعني موصل لمعظم الاماكن في المدينه، بس هي الفكره كلها في اللغه وعدم معرفتك بالبلد يعني. ممكن تكون بالنسبه للي عايشين هي الدنيا الحياه بسيطه، عارف هيركب ايه وهيروح فين. بالنسبه لواحد جديد مش عارف، ومفيش كمان لغه، لان هم هنا نادر لما تلاقي واحد بيتكلم انجليزي، مش كتير يعني. ده اكبر عائق يعني، اللي هو حته الكونكشن، اللي هو التواصل بينك وبين الناس. فتحس بصعوبه شويه، انت عايز تروح مكان فانت بتدور على شخص لسه عشان تساله. احنا طبعا يعني في عصر الانترنت والموضوع بيبقى سهل شويه، بس ولكن برضه مازال بتبقى فيه صعوبه يعني. دلوقتي بقى احنا هنروح ريوي، ده كنت منطقه صح يعني، REWE. ده اللي بيبقى فاتح دايما يعني، ده اللي اشتريت منه الخط. خش بقى اشتري ميه، ماشي، واطلع اروح السكن. يعني سريعا كده الاسعار اللي هنا، كوكا كولا ب2 يورو 9 سنت، 1 يورو الفانتا و89 سنت. يعني اسعار سريعا كده يعني. طبعا ما تقعدش تضرب بقى تقول في 55 و60 جنيه تضربها في العملة بتاعتك. هو الجنيه جنيه بلده يعني، سواء بالنسبة ليك او بالنسبة للسائح لازم يحصل عملية تحويل للعملة. دي الاسعار سريعا. دباديب، طبعا انا عارف اللي هيشوفني وانا بصور الفيديو ده هيقول لي ما جبتليش دبدوب ليه، بس عامل 9 يورو 8 يورو 99 سنت يعني
حوالي، اضرب بقى في سعر الصرف تلاقيه مبلغ يعني. الزيت مش عارف هو كده غالي ولا رخيص بصراحة، بس يعني دي الأسعار بشكل عام. يعني لو عايز تشرب قهوة، اللي عايز أشرب قهوة، معدلات السعرة إلى حد ما كويسة يعني، برضه كويسة للي عايش هنا يعني، اللي بيشتغل وبيقبض من هنا يعني. وده قسم الحاجات الوحشة ملناش دعوة بيها.